الراغب الأصبهاني: ليس إعداء الجليس بمعاشرته فقط، بل بالنظر إليه. يعني يؤثر الإنسان في غيره بالنظر. الإنسان إذا صار نظره إلى بطالين صار بطال، لكن إذا حفظ نظره من ذلك لم يقوى هذا المعنى في قلبه. لذلك إذا تأملت عبادة حفظ النظر التي كانت عند السلف تجد فيها هذا المعنى، أن إشغال النظر بغير ما ينفع إفساد للقلب، ومن جملة إشغاله أن ينظر الإنسان إلى أهل الوقاحة وسيء السمعة والسفهاء والبلداء، فهذا يطبع في قلبه صورتهم. ولذلك ما يسمى اليوم بتشهير الحمقى، الذي ساعد فيه أن العقلاء فتحوا أبصارهم عليهم، صاروا يتابعون هؤلاء الحمقى فصاروا حمقى مشاهير، وهؤلاء الذين يتابعونهم هم أتباع الحمقى، وإلا فالذي يحفظ نفسه لا يتابع مثل هؤلاء.